بيبدأ المسلسل مع ياسمين وهي في السجن ومستنية لحظة تنفيذ حكم الإعدام عليها، وبنرجع بالزمن وبنشوف ياسمين وهي بتصحي ابنها مروان، وساعتها بتاخد بالها من الرسمة اللي راسمها وبتستغربها، وبعدها بتكون واقفة بتحضر الفطار وبيصحى جوزها آدم وبيصبح عليها بكل حب ورومانسية، ووقتها بتبلغه إن الدكتورة نوال مامته عزماهم على العشاء النهاردة، فبيبان على آدم الضيق وبيسأل ياسمين هتعمل إيه في يومها لحد ميعاد العشاء، فبتقول له زي كل يوم مفيش جديد، وبعدها بياخد آدم ابنه مروان علشان يوصله المدرسة، وبعدها بيروح للجامعة لأنه بيكون عنده محاضرة، وبنعرف إن آدم طبيب نفسي مشهور ومعروف جدا وكمان دكتور في الجامعة، وبعدها بيروح آدم لمكتب رئيس الجامعة، وساعتها رئيس الجامعة بيهني آدم على نجاح مقالته اللي اتنشرت في أهم مجلات ومواقع علم النفس، وبيبلغوا إن مجلس الجامعة بالإجماع قرروا يعينوه عضو في لجنة أخلاقيات المهنة، فبيتفاجئ آدم جدا وبيسأل عن الدكتور علي الخيال أستاذه واللي كان المفروض يتعين مكانه، فبيقول له رئيس الجامعة إنه الوحيد اللي كان رافض تعيينه لأنه ما كانش متقبل إن تلميذه يتعين مكانه، وفي الوقت ده بتكون ياسمين قاعدة بتتفرج على فيديو منتشر على الإنترنت بيكون لبنت بتنتحر، فبتتصدم ياسمين جدا وبتتأثر وبتقعد تعيط وبتكون منهارة، وبعدها بيكون آدم في عيادته وعنده حالة لواحد اسمه فهيم اللي بيعاني من مشاكل مع مامته ومراته، وساعتها آدم بيطلب منه إن الجلسة الجاية يكون مع مراته، لكن فهيم بيرفض وبيقول له إن مراته ما تعرفش نهائي إنه بيتعالج نفسيا. وقتها بتكون ياسمين في المول بتشتري لبس، وهناك بتاخد بالها من واحدة ست بتتكلم في التليفون بعصبية جنبها وبتعرف إنها محامية، وبالليل بيروح آدم وياسمين للعشاء عند الدكتورة نوال مامة آدم، ووقتها بتلاحظ إن الدكتورة نوال ما بتحبش ياسمين وبتقلل منها وبتتعامل معاها بتكبر، وساعتها بتتكلم مع حفيدها مروان وبتقول إنه لازم لما يكبر يكون دكتور زي باباه لأن الناس الناجحة بس هم اللي دكاترة، فبيقول لها مروان إن مامته مش دكتورة، فبتقلل ساعتها من ياسمين وبتتضايق ياسمين جدا منها وبتطلع بره وبتقعد لوحدها، وساعتها بيجي آدم وبيقعد معاها وبيقول لها ما تزعلش من كلام مامته وتعذرها لأنها كل سنة في نفس اليوم ده بتكون حزينة ومش عارفة هي بتقول إيه عشان ده يوم ذكرى وفاة باباه اللي كانت متعلقة بيه جدا وبتحبه. وبعدها وهم مروحين بتحكي ياسمين لآدم عن البنت اللي حاولت تنتحر وقد إيه الموضوع أثر فيها جدا، وبتقول له إن الغريبة إن البنت دي كانت عاملة لها طلب صداقة على الفيسبوك من يومين بس وكأنها كانت بتستنجد بيها، فبيقول لها آدم إنها ما تخليش الأخبار الكئيبة دي تأثر فيها وفي نفسيتها. وبالليل لما بتنام ياسمين بتحلم بنفسها وهي بتنتحر مع البنت اللي شافتها بتنتحر في الفيديو، وبتصحى من النوم مرعوبة، وبعدها بتاخد رسمة ابنها وبتحرقها، وتاني يوم الصبح لما بتصحى ياسمين بتلاقي إن في استدعاء من اسم الشرطة لآدم، فبتستغرب جدا وبتسأله عن السبب، فبيقول لها إنه خبط عربية واحد ورفض الصلح وعمل له محضر. وبعدها لما ياسمين بتمسك الموبايل بتكتشف إن النيابة حققت مع البنت اللي حاولت تنتحر وعرفوا إنها بتعاني من الاكتئاب وبتتعالج عند طبيب نفسي مشهور اسمه آدم نور الدين وعيادته في مصر الجديدة، فبتتصدم ياسمين جدا إن جوزها آدم كان بيعالج البنت دي وما قالش إنه يعرفها. وبنرجع للوقت الحاضر وبتكون ياسمين وقتها في غرفة الإعدام عشان تنفيذ الحكم، وساعتها بتقول للضابط إنها عايزة تتطلق من جوزها قبل ما تموت، فبيتصدم الضابط وبيبص للمحامية بتاعتها وبياخد الشيخ وبيطلع بره علشان يتصلوا بالمفتي ويعرفوا إذا كان طلب ياسمين هينفع يتحقق. وبنرجع بالزمن تاني وبنشوف ياسمين وهي في الصيدلية وبنعرف إنها بتشتغل مع الدكتورة نوال في الصيدلية، وساعتها بتسألها ياسمين إذا كان آدم في مرة كذب عليها، فبتقول لها إن آدم عمره ما كان كذاب، وبتستغرب نوال من سؤالها، وفي الوقت ده بيكون آدم في اسم الشرطة وبيتحقق معاه عشان البنت اللي حاولت تنتحر لأنها كانت مريضة عنده، فبينكر آدم وقتها إنها كانت مريضته وبيقول إنه ما شافهاش قبل كده، فبيقول له الضابط إنها قالت إنها بتتعالج عنده فأكيد كانت تعرفه، فبيقول له آدم إن ده طبيعي لأن دكتور مشهور معروف وأكيد عارفة اسمه وعنوانه من الإعلانات. في الوقت ده بتكون ياسمين قاعدة مع الدكتورة نوال في كافيه، وساعتها بتشوف مريم المحامية وهي بتسلم على الدكتورة نوال لأنهم يعرفوا بعض، وبتفتكر وقتها ياسمين إنها شافت مريم في المول وهي بتشتري لبس، بتلاحظ مريم وقتها معاملة نوال قاسية لياسمين وبتديهم الكارت بتاعها وبتعرفهم إنها فتحت مكتب محاماة خاص بيها، ولما بتمشي مريم بتقوم نوال عشان تروح الحمام، ووقتها ياسمين بتشوف خبر إن الدكتور النفسي قدم شهادته، وبتشوف البنت اللي حاولت تنتحر في الكافيه، فبتقوم تروح لها لكنها بتلاقيها بنت تانية وبتعرف إنها كانت بتتخيل، وبعدها بتمشي، ولما بترجع نوال بتستغرب وبتقعد تدور عليها، وبتروح ياسمين لجوزها آدم في عيادته وبتتخانق معاه وبتسأله ليه خبى عليها علاقته بالبنت وإن الاسم استدعاها عشان يحقق معاه، فبيحاول آدم يهديها وبيقول لها إنه مرضاش يقول لها عشان عارف إنها هتخاف وتتوتر وإنه ملوش أي علاقة بالموضوع، وشاكك إن علي الخيال هو اللي ورا الموضوع ده بسبب إنه تعين مكانه. وساعتها بتتصل الدكتورة نوال بآدم وبتسأله عن ياسمين، فبيقول لها إنها معاه، فبتقول إن ياسمين غريبة ومش طبيعية، وبعدها بنشوف فهيم وهو رايح لمريم مكتبها وبنعرف إن مريم تبقى مرات فهيم، وبيقول لها إنه بقى بيروح لدكتور نفساني عشان يتعالج عشانها، فبتقول إنه خلاص ما بقتش تقدر تعيش معاه لأنه خلاها تعيش أصعب وأتعس أيام حياتها ومش هتقدر تنسى ده، وبتطلب منه يمشي من مكتبها وما يجيلهاش تاني، ويكون فهيم واقف مصدوم. وتاني يوم بتروح ياسمين تاخد مروان ابنها من المدرسة، وساعتها بتكتشف من مدرسته إنه رسم رسمة غريبة جدا فيها راجل بيقتل ست، وبتقول له إنه لازم يقعد مع طبيب نفسي وبيتكلم معاه عشان يتعرف على مشكلته. وبالليل بيقعد آدم مع مروان ابنه وبيتكلم معاه، وبعدها بتكون ياسمين خايفة ومتوترة جدا وبتزعق عشان خايفة على ابنها
ابنها، وبيحاول ادم يهديها وبيقول لها انه بس محتاج يلعب رياضه تشغله ويطلع فيها طاقته. وتاني يوم بتقدر تعرف ياسمين اسم البنت اللي حاولت تنتحر واسم المستشفى اللي هي فيها، وبتعرف ان اسمها ساره. ولما بتيجي ياسمين تدخل لها بيمنعها حسن جوز ساره وبيسالها تعرف ساره منين، فبتقول له انها ما تعرفهاش وعرفت الحادثه من النت لكن حابه تيجي عشان تكون جنبها، لكن جوزها بيرفض انها تدخل لها فبتمشي. وفي الوقت ده بتدخل مريضه لادم اسمها ليلى، وبيكون ادم وليلى عارفين بعض من زمان. وبتبدا ليلى جلستها، وفي الوقت ده بيكون الضابط بيحقق مع ساره، وساعتها ساره بتنكر انها تعرف ادم وبتقول للضابط انها مش فاكره تفاصيل اللي حصل. وبالليل بتنام ياسمين والموبايل معاها وبيكون مفتوح، وساعتها ادم بياخده. وتاني يوم الصبح لما بتصحى ياسمين بتلاقي ادم ما بيردش عليها وبيعاملها وحش، وبيقول لها وهو خارج تبقى تاخد بالها من الموبايل بتاعها بعد كده. وبتتوتر ياسمين جدا، وبعدها بتروح للكافيه وهنا بتقابل مريم وبتقعد معاها، وساعتها بيتصل بيها ادم وبيتخانق معاها عشان خرجت من غير ما تقول له. وبالليل بيكون ادم عنده لقاء تلفزيوني، وبتكون ياسمين ومروان ابنه قاعدين بيتفرجوا عليه، وساعتها بيجي له اتصال تليفوني على الهوا من بنت، وساعتها البنت بتتهم ادم انه دكتور خاين لشرف المهنه وانه متحرش وتحرش بيها. وساعتها بتتصدم ياسمين جدا من اللي بتسمعه، وبتتصدم نوال هي كمان. بيكون ادم قاعد مصدوم مش عارف يرد. ولما بتمسك ياسمين الموبايل بتاعها بتلاقي كل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن اللي حصل. وبيرجع بعدها ادم للبيت وبيشوف ياسمين قاعده متوتره ومتضايقه، وبيسالها اذا كانت صدقت الكلام بتاع البنت، فبتقول له انها بقتش فاهمه اي حاجه. فبيقول لها ان البنت دي طالبه عنده في الجامعه وحاولت تتقرب منه اكتر من مره بس رفض، وعشان سقطت في الامتحان قررت تنتقم منه. وتاني يوم في الجامعه بيكون رئيس الجامعه مجتمع بكل الدكاتره عشان يناقشوا الحل اللي ممكن يساعدهم في المشكله دي. وساعتها الدكتور علي الخيال بيقول ان هم لازم يفتحوا تحقيق مع ادم، فساعتها ادم بيرد عليه وبيقول له مفيش اي دليل عشان يفتحوا مع تحقيق. وساعتها رئيس الجامعه بيقول لعلي الخيال نفس الكلام. وفي الوقت ده بتكون ياسمين مع ابنها في الكافيه، وهناك بتقابل مريم، ووقتها مريم بتتوتر لما بتلاقي فهيم جوزها، وبيروح يتكلم معاها وبيطلب منها ان هم ما يتطلقوش عشان ده هيكون صعب يحصل في عيلته. لكن مريم بتصر على الطلاق وبتقول له انها عايزه تتطلق لانها اديته فرص كتير واستنت 5 سنين عشان حاله يتعدل، وبتاخد قهوتها وبتسيبه وبتمشي. وبتكون ياسمين ملاحظه اللي بيحصل ما بينهم. وقتها بيروح ادم لمامته نوال في النادي، وساعتها بتساله عن البنت واللي حصل، وبتقول له انها شافت ياسمين وهي بتاخد من الصيدليه ادويه اكتئاب، وانها مش هتسمح له انه يشوه سيره باباه وسيره عيلتهم، وانها شافت ياسمين وهي بتخبي الادويه وده معناه انها بتاخد دواء اكتئاب في السر. بالليل بتكون ياسمين وادم وابنهم في مطعم بيتعشوا، وساعتها بتيجي رساله لياسمين على الموبايل بتاعها، وبتتوتر وقتها جدا وبتخبي الموبايل. ولما بيسالها ادم عن الرساله بتقول له انها من جروب المدرسه بتاعه مروان. وقتها بيجي مكالمه لادم وبينشغل فيها، فبتفتح ياسمين الرساله، وساعتها بتكون من شخص اسمه عمر وطلبت منه يتقابلوا بس رفض. وبنعرف ان عمر هو حبيب ياسمين القديم. وتاني يوم بتكون ليلى عند ادم عشان ميعاد جلستها، ولما بتخلص بتسال ادم عن ياسمين وبتقول له يسلم لها عليها، فبيتوتر ادم جدا من طلبها. وبالليل بيطلع ادم في البرنامج اللي كان فيه تاني، وبتكون ياسمين معاه. وقتها بيكون موجوده البنت اللي اتهمته بالتحرش متخفيه، وبتقول على الهوا انها عملت كده عشان تنتقم من الدكتور ادم لانه سقطها وما رضتش تسبب لها الامتحان في الجامعه. وبعدها بتحاول ياسمين انها تقابل البنت وتتكلم معاها قبل ما تمشي، لكن البنت بتقول لها انها اسفه على كل اللي حصل وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بتكون ساره خلاص خارجه من المستشفى. وقتها بتكون ياسمين واقفه بعربيتها مستنياهم يتحركوا عشان تتحرك وراهم وتعرف بيتها فين. وبالليل بتكون ياسمين نايمه وسايبه جنبها الموبايل بتاعها، لكن لما بتصحى مش بتلاقيه. بتلاقي ادم قاعد جنبها وماسك الموبايل وبيقول لها انه جالها رساله من عمر. وبنرجع بالزمن اكتر وبنشوف ياسمين وليلى وعمر وادم وهم في النادي سوا، وبنعرف ان هم اصحاب وان ياسمين وعمر مرتبطين وبيحبوا بعض. وبتكون ياسمين متضايقه جدا عشان مش بتحب رياضه الصيد وبتخاف منها. وبتكون ليلى معجبه بادم فبيساعدها عمر تتعرف عليه اكتر، وبيطلب من ادم يعلم ليلى الصيد عشان بتحبه. وبعدها بيروحوا السينما مع بعض، وساعتها بيجي لعمر تليفون فبيطلع بره عشان يرد عليه. وقتها بيحاول ادم انه يمسك ايد ياسمين. وبعدها لما بيوصل ياسمين وليلى للبيت تتجاهل ياسمين ادم تماما. ولما بتفتح ياسمين الفيسبوك بتاعها بتلاقي طلب صداقه من ادم، وساعتها بتكون فرحانه جدا. وتاني يوم بترجع ليلى لبيتها وهي ماشيه بتقول لياسمين ان ادم ما قبلش طلب الصداقه بتاعها على الفيسبوك، فبتتوتر ياسمين وبتقول لها انه اكيد مش مركز او مشغول. وبعدها بتقعد ياسمين تتكلم بالرسائل مع ادم وبيطلب منها ان هم يروحوا السينما مع بعض. ساعتها بترفض ياسمين وبتقول لادم انها مشغوله، وبتتصل بعمر عشان تطمن عليه. وساعتها بيقول لها انه لسه تعبان ونايم طول الوقت. وبترجع تبعت لادم وبتقول انها موافقه يروحوا السينما سوا. وساعتها بتسمح ياسمين لادم انه يمسك ايدها. وبعدها وهم في العربيه بيسالها ادم عن سبب عدم ردها على عمر لما اتصل بيها وهم في السينما، فقالت له انها هتكلمه لما تروح. وساعتها بيعرض عليها ادم ان هم يسافروا لبنان سوا فبتوافق. وبعدها بكام يوم بيسافروا سوا لبنان، وبتكون ياسمين قلقانه جدا ومش عارفه هي بتتصرف كده ازاي وحاسه انها بتخدع عمر. فبيطمنها ادم وبيقول لها ان هي الشخص اللي عايز يكون معاه ومتاكد من قراره. وتاني يوم بيكون عند ادم عزومه خاصه بالشغل بتاعه، وقتها بيقرب منه واحد من البنات اللي قاعدين فبيتغير ياسمين جدا وبتقوم. فبيروح وراها ادم وبيتخانق معاه وبتقول له انه بيحبها ومش شايف ولا هيشوف غيرها. وبعدها بيخرجوا سوا وبيكونوا مبسوطين جدا وبيقضوا سوا لحظات رومانسيه كلها حب وسعاده. ولما بترجع ياسمين لمصر ولبيتها بتلاقي عمر قدامها وبيسالها كانت فين لمده 5 ايام وقافله الموبايل. فبتقول انها كانت عند مامتها في اسكندريه. فبيقول لها عمر انها بتكذب عليه وباين من طريقتها لانها ما بتعرفش تكذب. وبيلاحظ انها معاها ميداليه
ميداليه جديده، فبتقول له ان عاجباها وجابتها لنفسها. وتاني يوم بتروح ياسمين مع ادم لبيته عشان مامته نوال عازمها على العشاء عشان تتعرف عليه. وساعتها بتتفاجئ ان ياسمين بتحب التمثيل وبتدرس في المسرح، وبتطلب منها توريها حاجه من اللي بتعملها. ولما بتخلص بتقول لها نوال ان التمثيل حلو والتسليه لكن مش مهنه حد يشتغلها، وبتنصحها تسيبه. فبتتضايق ياسمين، وساعتها بتحرج نوال ياسمين وبتقول لها ان المفروض تبدا بالشرب الاول قبل الاكل. ولما بيروح ادم ياسمين للبيت بيكون عمر واقف هناك مستنيها، وساعتها بيشوف عمر ياسمين وادم وهما بيقضوا وقت رومانسي سوا، وبيتخانق معاهم بيكون منهار من الصدمه، وبيقول لياسمين انها خاينه وانسانه نادله وانه غلطان انه حب واحده زيها، وبيقول لادم انه مش راجل لان الرجاله ما بتخونش اصحابها، وبيسيبهم وبيمشي. بعدها بفتره بتكون ياسمين اتجوزت ادم، وبتتصل ياسمين بليلى وبتقول لها انها وحشتها جدا ونفسها تشوفها ويقعدوا يتكلموا سوا زي زمان. فبتقول لها ان ادم قال لها ما تشوفهاش تاني، فبتقول لها ياسمين ان ادم مش هيعرف ان هم هيتقابلوا. وبعدها بتروح ياسمين لليلى الجيم اللي بتتدرب فيه، ولما بتشوف ليلى ياسمين بتتاثر جدا وبيقعدوا سوا. وساعتها ليلى بتقول لها انها لو هنا عشان تعرف اي حاجه عن عمر فهو خلاص اتجوز، وبتقول لها انها انسانه وحشه وانانيه لانها كانت عارفه انها بتحب عمر لكنها قررت تخطفه منها. ولما حبت ادم راحت خطفت منها ادم هو كمان. فبتحاول ياسمين تدافع عن نفسها لكن ليلى بتقول لها انها وافقت بس تقابلها عشان تقول لها انها انسانه انانيه ومش عايزه تشوف وشها تاني ولا حتى صدفه. وبنرجع للوقت اللي اكتشفت فيه ادم ان ياسمين مكلم عمر، وبيكون ادم متعصب جدا بسبب انه شاف ياسمين مكلمه عمر وكان عايز يتقابلوا، وبيقول لها تلبس عشان ينزلوا يلفوا بالعربيه ويتكلموا سوا بعيد عن مروان ابنها. ولما بينزلوا سوا بيفضل ادم يزعق ويتخانق مع ياسمين، فبتطلب منه ياسمين يوطي صوته ويبطل الزعيق لكن ادم بيتجاهلها، فبتنط ياسمين من العربيه. وبنرجع للوقت الحاضر وبيدخل الضابط على مريم وياسمين وبيقول لهم الخبر ان ياسمين عايزه تتطلق قبل الاعدام، وان كل الاعلام بيتكلم عنه والموضوع بقى راي عام وان في حد هنا بيسرب اللي بيحصل. وبيكون الضابط شاكك في مريم وبيأمر بتفتيشها. وبنرجع بالزمن وبتصحى ياسمين من النوم جسمها وجعها، وساعتها ادم بيقول لها ان ده بسبب جنانها بسبب نطها من العربيه، وبيقول لها انها لفه حوالين رقبتها حبل الشعور بالذنب بسبب اللي عملوه زمان مع عمر وليلى، وانه مش حابب يشوفها بتعاني بسبب الماضي. فبتمسك ياسمين ايدين ادم وبتعتذر له عن اللي عملته، وبتروح بعدها للصيدليه. وساعتها الدكتوره نوال بتسال ياسمين عن سبب ربط ايدها، فبتقول لها انها وقعت في الحمام. وبعدها بتروح ياسمين لمريم وبتقابلها وبتقول لها انها هي الوحيده اللي ممكن تثق فيها دلوقتي، وبتطلب منها توديها لبيت ساره وتروح معاها عشان خايفه تروح لوحدها. لما بيوصلوا بيقابلوا ساره بيعرفوها بنفسهم، وساعتها ياسمين بتسال ساره عن سبب انها تعمل لها طلب اضافه صداقه على الفيسبوك وهي ما تعرفهاش وقبل محاوله انتحارها بيوم. فبتقول لها ساره انها مش فاكره اي حاجه. وبعدها بتمشي مريم وياسمين وبتقول ياسمين لمريم انها خلاص مش هتفكر في الموضوع ده تاني. وبعدها بتروح ياسمين لادم وبتدي له هديه عشان حاسه انه لسه زعلان منها بسبب اللي حصل، وبيفرح ادم بالهديه وبيشكر ياسمين. وتاني يوم بتروح ساره لشغلها لكنها بتلاقي كل الناس بتعملها وحش وبيبصوا ليها بصه وحشه عشان حاولت تنتحر وانها كافره. وساعتها مدير ساره بيرفضها فبتنهار ساره وبتقعد تكسر في المكتب. وفي الوقت ده بيجي ابو مريم من السفر بعد سنين طويله جدا مهاجر فيها، لكن مريم بتكون زعلانه منه جدا عشان سابهم كل المده دي لوحدها هي واختها، لكنه بيقول لها انه هنا مش عشان يحاسبها على قرار طلاقها وانه جنبها وهيساندها مهما كان قرارها. وقتها بتكون ليلى عند ادم في العياده وبتقول انها عايزه تساله سؤال بقالها 9 سنين نفسها تساله، وبتقول له اذا كان في يوم حس انها بتحبه، فبيقول لها انه حس اكيد لكنه حب ياسمين وقرر يتجوزها. فبتضحك ليلى عليه بسخريه وبتقول انه عمل كده عشان يضايق عمر لانه انسان اناني ومريض، وتعرفه انها دلوقتي بتتعالج عنده بسببه هو لانه كسر قلبها مرتين، مره لما بعدوا عنها عشان بتحبه ومره لما اتجوز اعز صاحبه ليها ومنعهم ان هم يشوفوا بعض تاني. وبعدها بتروح ساره لجوزها الشغل وبتقول انها بتتصل بيه كتير لكنه مش بيرد عليها، فبيقول لها انه مش عايز لا يكلمها ولا يشوفها، وبيقول لها ان حساسيته انه انسان وحش وبتنتحر عشان كره العيشه معاه. فبتعتذر له ساره عن اللي عملته لكن حسن بيقول لها انه مش هيقدر يسامحها ابدا. ولما بتكون ياسمين مع الدكتوره نوال بيجي لها رساله من ساره فبتتفاجئ وبتتوتر، وبالليل بتروح تقابلها وساعتها ساره بتقول لها انها عايزه تعتذر لها عن اخر مره كانت عندها في البيت. فبتديها ياسمين كارت العياده الخاص بجوزها وبتقول لها انه دكتور شاطر جدا وهيساعدها. وبعدها بتروح ساره لعياده ادم لكنها بتجري بسرعه وبتخرج بره وبتروح لبيت مامتها وبتلاقي حسن عندهم، فبتفرح جدا وبتفتكر انه جاي عشان ياخدها بيتها ويرجعها، كانوا بيقول لها انه هنا عشان ياخد ابنه منها لانها ام غير مسؤوله وبينقذه منها. فبتنهار ساره جدا وبتتصدم مامتها من حسن واللي عمله، بتحاول انها تواسي بنتها. وتاني يوم الصبح بتكون ياسمين عند الدكتوره نوال في بيتها، فبتلاحظ ان الشباك مكسور وبتستغرب جدا. وساعتها بيجي ادم وبيقول لهم ان في بلاغ متقدم فيه من بنت بتقول انه اتحرش بيها في عيادته، فبتتصدم ياسمين جدا وبيروحوا بعدها لمريم المحاميه عشان تساعد ادم وتخرجوا من القضيه. وساعتها بتفاجئهم مريم ان هي المحاميه بتاعت البنت اللي قدمت البلاغ في ادم، وساعتها ادم بيتصدم. وبعدها لما بيمشوا بتكون نوال متعصبه جدا من مريم لانها تعرفهم معرفه شخصيه وفي الاخر تمسك قضيه ضدهم. وبعدها بتروح نوال لعلي الخيال وبتهدده انه يبعد عن ابنها وانها مش هتسمح له يضيع ابنها زي ما ضيع باباه زمان. فبيقول لها علي ان ادم هو عدو نفسه وبيأذي نفسه بنفسه، انها عارفه ده كويس بس رافضه انها تعترف بيه. وبعدها بيكون ادم في النيابه مع المحامي بتاعه وبتكون مريم موجوده من غير البنت، وبتقول ان البنت مش هتقدر تحضر الجلسات لكن النيابه بتقول لها ان موكلتها لازم تحضر. وساعتها ادم بيقعد يدافع عن نفسه وبيقول لوكيل النيابه ان مفيش اي دليل ضده يثبت كلام البنت اللي رفع القضيه عليه. وبعدها بتصور واحده من مشاهير فيديو مع ادم وياسمين ومامته انها كانت بتعالج عند ادم، وبتتكلم عن قد ايه دكتور ادم انسان محترم وهو اللي ساعدها انها تتعافى من مرضها النفسي. وبعدها لما بتروح ياسمين للكافيه بتلاقي مريم ويارا قاعدين سوا، فبتستغرب ياسمين
جدا، فبتعرفها مريم ان صاحبه البلاغ هي ساره، وساعتها بتحكي ساره لياسمين كل حاجه وبتقول لها انها ما كانتش سعيده في حياتها وقررت تروح لادم عشان يعالجها، وانها خبت على حسن جوزها عشان كان هيرفض تماما الفكره، وانها اول ما شافت ادم وقعت في حبه غصب عنها، ومع الوقت بدا ادم يقرب لها وبقى يسالها اسئله شخصيه جدا ويتصرف معاها بطريقه غريبه لحد ما بقى بيتحرش بيها، وساعتها علاقتها بجوزها بقت اوحش وبقت نفسيا اوحش من الاول، فقررت ترجع لادم تاني. وساعتها لما راحت له العياده لقيته لوحده وخلى السكرتيره تمشي بدري، وساعتها تهجم عليها واعتدى عليها، فبتتخانق معاها ياسمين وبتقول لها ان حتى لو ده حصل فهي سلمت له نفسها وراحت له العياده وهي عارفه انه هيعمل فيها كده. فبتكمل ساره وبتقول لها ان من بعدها دخلت في حاله اكتئاب وصدمه حاده وراحت لادم تاني وهي منهاره، وساعتها طردها من عربيته بكل عنف، وكانت طول الوقت بتفكر تفضحه وتحكي لكل الناس اللي عمله، لكن خافت من الفضيحه وبقت مش عارفه تفكر لحد ما قررت تنتحر. بتقول لياسمين انها لما لقيت حياتها بتنتهي تماما وجوزها كمان اخذ منها ابنها قررت تنتقم من ادم على كل اللي عمله وانه السبب في دمار حياتها، وبتكون ساعتها ياسمين مصدومه ومتعصبه في نفس الوقت، فبتسيبهم وبتمشي. بتروح ياسمين للدكتوره نوال وبتقول لها انها ما بقتش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل حواليها ومحتاجه منها تفهمها وتقول لها الحقيقه، لكن ساعتها نوال بتتعصب على ياسمين وبتقول لها ان ابنها دكتور شريف ومستحيل يخون مهنته وانها اتجننت من ادويه الاكتئاب اللي بتاخدها. وبترجع ياسمين بيتها وهي قاعده منهاره وبتعيط، وبيحكي لها ادم ان ساره كان عندها مرض الفصام وبتعمل تصرفات غريبه جدا، ولما بتفوق بتكون مش مصدقه اللي هي عملته، كانت بتتخيل حاجات مش حقيقيه، انها راحت له في يوم العياده بعد ما قفل وكانت مصممه انه يقعد يتكلم معاها عشان كانت متضايقه، وبيعرفها ان مريض الفصام دايما بيختار الانتحار، وانه لما عرف انها حاولت تنتحر قرر انه ينهي اي دليل يقول انه كان الدكتور بتاعها، لانها كانت هتوديه في داهيه بسبب مرضها، لانها مش عارفه الحقيقه وبتتخيل حاجات مش حقيقيه. لكن ياسمين بتفضل ساكته ومش بترد عليه ولا بتتكلم، وبتجري عليه وبتحضنه وبتقول انها خايفه جدا ومنهاره. بعد فتره ادم بياخد براءه لان الطبيب الشرعي اثبت ان مفيش اي اعتداء حصل على ساره وتم التحفظ على القضيه. وبعدها بكام يوم بتدخل ساره متخفيه باسم دينا على ادم، وساعتها بتطلع سكينه من شنطتها وبتنتحر، وبتيجي الشرطه للعياده وبيحققوا مع ادم وبيسالوه عن سبب انتحار الضحيه عنده في عيادته، فبيقول لهم انها حاولت تنتحر قبل كده وفشلت وان دي مش اول مره. ولما بيرجع ادم للبيت بيقعد مع ياسمين وبيحكي لها اللي حصل، وبيقول لها انه فشل في علاج ساره وانها وصلت لمرحله صعبه جدا وانه حاسس بالذنب عشان ما ساعدهاش. ساعتها بتحاول ياسمين تواسيه وتهديه، وتاني يوم بيروح ادم وياسمين العزا بتاع ساره وهناك بيقابلوا مريم، وساعتها ادم بيتضايق لما بيشوف مريم. وبعدها لما بيرجعوا البيت بيلاقوا شيرين السكرتيره بتاعت ادم واقفه مستنياهم، وساعتها بتقول شيرين لادم انها مش هتقدر تيجي العياده تاني بعد اللي حصل وبتقدم استقالتها، فبيطلب منها ادم تدخل معاهم البيت عشان يرجعوا شويه اوراق. ولما بتدخل بتسالها ياسمين اذا كانت تعرف ساره، فبتقول لها شيرين ان ساره كانت مريضه غريبه جدا وكانت كل يوم بشكل جديد. وتاني يوم بتروح ياسمين لحسن جثار وبتقول له انها صحفيه وبتكتب عن قضيه ساره، وبتقول انها عايزه تعرف اكتر عنها وانها عرفت انها عايزه تخلص من حاجتها، فبتعصب حسن وبيرفض في الاول لكنه بعدها بيوافق وبيديها صندوق فيه متعلقات شخصيه لساره. ولما بتروح البيت بتفتحه وبتقعد تدور فيه، ولما بيوصل ادهم بتخبي الصندوق. وتاني يوم بتروح ياسمين ونوال مع ادهم عشان يشوفوا العياده الجديده اللي اشتريها. في الوقت ده بتكون مريم هناك، وساعتها بتتخانق معاها نوال، فبتقول لها مريم انها جايه تبارك للدكتور على عيادته الجديده وعلى ذكائه انه يداري مسرح الجريمه القديم ويفتح مسرح جريمه جديد. ساعتها ادم بيتكلم عن فهيم جوزها وبيحكي عن حالته النفسيه، فبتتوتر مريم جدا، وساعتها بتقول انه مش بس قاتل، لا ده كمان بيطلع اسرار مرضاه ومش امين. وهي ماشيه بتقول لياسمين ان مكانها مش هنا ومش مع الناس دي. وبعدها بتتصل السكرتيره الجديده بادم عشان تظبط معاه مواعيد، وساعتها بتعرف ياسمين من السكرتيره ان كل المرضى هيكملوا مع ادم في العياده الجديده ما عدا 2، فبتاخد ياسمين منها اساميهم وعناوينهم وبتروح لاول واحده واسمها يارا وبتكون طالبه في المدرسه. ساعتها بتكذب ياسمين على يارا وبتقول لها انها سكرتيره ادم، فبتتعصب يارا جدا وبتنهار، لكن ياسمين بتروح لها تاني وساعتها بتقول لها الحقيقه وانها مرات ادم عايزه تعرف الحقيقه منها. فبتقعد معاها يارا وبتحكي لها اللي حصل وبتقول لها انها كانت بتعاني من تنمر صحابها عليها في المدرسه، وفي مره وهما لوحدهم في الجلسه بدا ادم يطلب منها تتصور وتبعت له صورها، وبدا يقرب منها ويتحرش بيها، فقررت انها ما تروحش العياده تاني. وبتقعد يارا تعيط وبتنهار وبتقول لها انها حكت لمامتها على اللي حصل، وساعتها مامتها قالت لها مش هيروحوا عنده تاني وما تحكيش اللي حصل ده لاي حد. وبتنهار ياسمين من صدمتها في جوزها، وبترجع ياسمين البيت وبتنام، وبعدها بتصحى وبتلم هدومها وبتاخد ابنها عشان تهرب وتمشي. ولما بيحس بيها ادم بيروح وراها، وساعتها بتهدده ياسمين انه لو قرب منها او منعها هتموت نفسها. وساعتها بيكون مع ياسمين سكينه وبتقول انها شافت يارا وحكت لها على كل اللي عمله معاه وعن قد ايه هو انسان مريض، وبتكون ياسمين منهاره جدا وهي بتتكلم. فبيسيبها ادم تمشي، وهي في الطريق بيفضل مروان يقول لها انه عاوز يرجع لباباه، فبتنزل ياسمين من العربيه وبتنهار وبتفضل تعيط. ولما نوال بتعرف اللي حصل بتقول لادم انه ما كانش ينفع يامنوا لواحده مجنونه زيها، وبيكون ادم منهار من اللي حصل لانه بيحب ياسمين، وبتحضنه مامته وبتحاول تهديه وبتقول له انه ما ينفعش يقع ويخسر. فبيقول لها انها خسرت زمان مع نور الدين باباه، فبتتصدم نوال وبتفتكر اللي حصل زمان، وبنرجع بالزمن سنه 95 لما كان ادم طفل صغير، وبيكون ساعتها
وبابا بيتعالج عند الدكتور علي الخيال، لكن نوال في يوم بترمي ادويه جوزها وبتقول انه مش محتاج لعلاج وانه كويس، وان علي صاحبه بيضحك عليه وبيستغله. وبعدها بيروح نور الدين لعلي بيقول انه قلقان على ادم ابنه جدا لان تصرفاته شاذه، وشافه وهو بيضرب وبيعذب الداتا بتاعته وبيبقى عايز يضرب القطه بالبندقيه. وفي مره دخل عليه ولقاه بيخنق القطه وبيرميها من البلكونه وهو بيتلذذ بألمها ومبسوط. وبعدها بياخد نور الدين ابنه ادم عند العالي في العياده عشان يتكلم معاه ويشخص حالته، وبيقول له ما يجيبش سيره لمامته. وساعتها لما بيقعد معاه علي بيقول لنور الدين ان ادم عنده اضطراب سلوكي ممكن يكون وراثي او بسبب خلل في المخ، انه مش بيحس باي تعاطف اتجاه اي حد، وانه مش بيحس بالالم وبيتلذذ بيه، وانه هيتحسن بالعلاج. ولما بيرجع ادم للبيت بيقول لمامته على اللي حصل، فبيتخانق نوال مع نور الدين وبتقول له انها مش هتسمح لعلي يضيع ابنها زي ما ضيعه. وبعدها بيجي علي البيت فبتقابله نوال وبتقول له ان نور الدين نايم ومش عايز يقابله، لكن نور الدين بينزل وبيقول لعلي انه موجود وبينزل يقعد معاه. وساعتها بيكون علي مستغرب من حاله نور الدين وبيقول له ان ادم ابنه بقى كويس. وبالليل بيقرر نور الدين انه ينتحر، وساعتها نوال بتنهار وبتقول لادم انه ما يقولش لاي حد اي حاجه من اللي حصلت. وبتعدي سنين وبيكبر ادم وبيبدا سلوكه يكون اسوأ وبيعتدي على الداده بتاعته. وساعتها نوال بتشوفه وبتطردها وبتقول له انها فهمتها انها ما تفتحش بقها بكلمه. وبنرجع بالزمن تاني لياسمين اللي بتقدر توصل لمي البنت اللي طلعت في البرنامج وغيرت كلامها. وساعتها مي بتقول لياسمين ان كل كلمه قالتها في الاول كانت صح، وان ادم راح لها البيت وبهدلها قدام باباها وجاب صور ليها وفهم باباها انها بنت قليله الادب، وبتصور نفسها وبتبعت صورها لزميلها في الجامعه وان باباها مات من زعله وقهرته. وبالليل بتقرر ياسمين انها تطلع في بث مباشر على الفيسبوك وبتحكي كل حاجه عرفتها عن ادم وبتفضحه. في الوقت ده بيروح ادم لليلى البيت وبيقول لها انه عاوز يعترف لها انه كان غبي لما سابها واتجوز ياسمين، لان ياسمين طلعت مريضه. ساعتها بيحاول ادم انه يقرب من ليلى فبتخاف جدا وبتحاول تهرب منه، لكن ادم بيعتدي على ليلى. وتاني يوم الصبح بتتصل مامة ياسمين بيها وبتتخانق معاها عشان الفضيحه اللي عملتها. وبعدها بتتصل ليلى بياسمين وبتطلب تقابلها، وساعتها بتحكي لها على اللي ادم عمله معاها وهي بتعيط ومنهاره. وبتقوم ياسمين تحضنها وبتهديها. ولما بتروح ياسمين عشان تاخد مروان من المدرسه بتعرف من زميلته ان باباه جه واخده. وبتروح ياسمين لبيت الدكتوره نوال وهناك بتلاقي ادم وابنها. ولما بتطمن على ابنها بتقول لها نوال انها لازم تعقل عشان ابنها، بتقول لها انها بتعمل كده عشان ابنها ما يكونش زي ابنها المريض. فبتتاثر نوال من كلام ياسمين وبتفتكر كلام جوزها لما حذرها اكتر من مره ان ابنهم مريض نفسي ولازم يتعالج. في يوم بتقرر ياسمين انها تقعد مع ادم وتتكلم معاه، ولما بتقعد معاه بيتكلم ادم بطريقه غريبه وبيبان عليه انه مريض جدا وانه مش ندمان على اي حاجه عملها، وانه مبسوط بكل حاجه عملها في كل بنت وكل ست دخلت عيادته. وبتكون ياسمين قاعده مصدومه وقرفانه منه ومش قادره تصدق انها عاشت كل السنين دي مع شخص مريض نفسي ومجرم. وساعتها بتنهار ياسمين وبتقوم تقتل ادم وهي مش حاسه بنفسها. وبتيجي الشرطه وبتقبض على ياسمين، ولما بيوصل الخبر لنوال بيغمى عليها من الصدمه. وفي النيابه بتقول ياسمين لمريم انها مش عايزه ابنها يتربى مع نوال، انها عايزه تتطلق من ادم عشان مش عايزه اسمها يرتبط بيه لا في الدنيا ولا في الاخره. وساعتها يارا وليلى بيطلعوا يحكوا اللي حصل معاهم وبيدافعوا عن ياسمين. وتاني يوم بتروح نوال لياسمين وبتقول لها انها عايزه تموتها، فبتضحك ياسمين بهستيريا وبتقول لها انها هي اللي قتلت ابنها وضيعته. وساعتها نوال بتقول لياسمين انها قالت لمروان ان مامته ماتت، فبتنهار ياسمين وبتحاول تخنق نوال. وبعدها بترجع نوال لبيتها وبتنهار من الزعل وبتموت. وبعدها بيجي يوم محاكمه ياسمين وبتترافع مريم في القضيه وبتقول اللي حصل كله، وان الجاني هو ادم مش ياسمين، وانه كان محمي من المجتمع اللي بيخلي الستات والبنات تخاف تتكلم وتحكي الاذى والتحرش اللي بيحصل لها بسبب نظرات المجتمع واتهامه للست ان هي السبب دايما. لكن للاسف المحكمه بتحكم على ياسمين بالاعدام، وساعتها الكل بيتصدم وبيعيش مروان مع جدته ام ياسمين. وبعدها بتقدر مريم المرض النفسي وبتقرر انها تدي لفهيم جوزها فرصه تانية وبتساعده على العلاج. وبيكون الضابط متعاطف مع ياسمين لكنه بيقول لها انه محدش يقدر يغير القانون. وبنرجع للوقت الحاضر وساعتها الشيخ بيبلغ ياسمين انها ما ينفعش تطلق من جوزها بعد ما مات، وبيتم تنفيذ حكم الاعدام على ياسمين. ولما بيدخل الضابط للمكان اللي كانت ياسمين محبوسه فيه بيلاقيها كاتبه على الحيطه كلمه الزمن، وكانت تقصد بيها جمله الزمن بطيء جدا لمن يتألم، سريع جدا لمن يخشى، وقصير جدا لمن يحتفل.